ده الجزء التاني من الموسم الأول من أنمي ساكاموتو دايز. لو ما شفتش الجزء اللي فات حاول تروح تشوفه وتظبط لايكاتك واشتراكاتك وترجع هنا بسرعة، ويلا بينا نكمل باقي الحكاية. وتاني يوم بتقول له يا عم حط أي حاجة في مكانها، كده كده الزبون لما يجي هيجي ياخدها. بيزعلها أكتر وبيقول لها يا بنتي انت ما اشتغلتيش قبل كده؟ فبتقول له كنت بشتغل مع أبويا في حفر الحفر اللي بيترمي فيها الجثث. فبيروح شين يشتكى للمعلم ساكاموتو، فبيرد عليه رد غريب جدا بالنسبة لهم هما الاتنين، وهم اصلا مستغربين انه بيتكلم كتير النهارده وشخصيته مختلفه. فجأة بيدخل عليهم المعلم ساكاموتو، حد يقول لي ازاي بقى وهم بيتكلموا معاه؟ ما اعرفش بقى، هم بقوا اتنين ولهم مستغربين. بيقول لهم انه صاحب ساكاموتو شغال في المركز التسويق اللي في الشارع اللي قدام، عمري 18 سنه. فبيكدبوا ساكاموتو وبيقولوا ان اسمه، فعلى راس ساكاموتو مقدارها مليار ين. ما بيصدقوش لغايه لما بيخش عامل توصيل البيتزا وبيقرا شين افكاره وبيعرف جايزه كبيره. فخد بالك نجم بياخد القاتل وبيختفي، وشين بيسأل ساكاموتو هو ده صاحبنا ولا بيضحك علينا وخلاص؟ تقول له انا عايز ارجع لبلد خالي يا عوض ودوني الورشة. شوفوا مني الجحيم. ده شكل ساكاموتو مش ناوي لهم على خير. ويضرب الكاميرا بالمسدس، وبعدها شين بيقول له ان كلام صاحبه ده طالع صح، هيجي ناس مختلين زي الراجل بتاع التوصيل ده. بيرد عليه ساكاموتو بيقول له ما تقلقش، احنا مش عارفين هوية عدونا، بس احسن حاجة المهم شين بيعرف ان في عدو بيتجهزوا. وبقلم واحد من ساكاموتو بيرقده في الارض وشين بيلمه من وراه. وبيكون في مختال تاني طالع من هانتر اكس هانتر شبه هيسوكا قوي، بيكون عامل خطة. بيركبوا قطار الموت وبيكون راكب معاهم المختال، بس لو بيتشك في شكل المختال وبيقفشوا شين لما سمع افكاره. بيعرف ان هو فعلا المختال وبيحذر عم ساكاموتو. مرة واحدة ضرب على صدارة يعني، بيفك شين نفسه وبياخد المختال معاه. ومرة واحدة المختال بيرمي عليه سكاكين سامة وبتصيبه. مفعول السم بيبدأ يأثر على عن ساكاموتو وبياخده على القطر. وبيقعد شين يقرأ في أفكار الناس لما يعرف مكان ساكاموتو، وبيعرف إن هما في عرض مسرحي. وبياخد المختال وبينط هناك. بيلبس شين لبس الأرنب عشان محدش يعرفه، وبيقعد يضرب في المختال ضربات جامدة جدا. بيتفاجئ المختال من تحركاته المختلفة، حتى اوتو بيدي لشين اللايك المتين. اوعى تكون ما عملتوش يا صديقي انت كمان، لا نزعل كلنا. انا بقول لك اهو. وبعد الاكشن والحاجات الاوف والواحد اندومي اللي عملوها مع بعض، بيظهر اتنين مختلين وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. نعرف ان اسم الراجل بويل. نرجع بقى للمعتوهين بتوعنا تاني. لو بتحط لشين القطره اللي في موته، وبيقول للقاتل اللي شبه هيسوكا ده مين اللي بعتك يا؟ فرفض يقول لهم. وبتيجي لو وبتعمل حركه ذكيه وغبيه في نفس الوقت، غزت القاتل بسكينه مسممه. بتقول له لو ما اتكلمتش هنزل قطره من الترياق كل ثانيه. وانت يا عزيزي هتيجي تقول لي فين الغباء في كده؟ صح، الغباء بقى ان هي لسه ما حطتش لشين القطره في العين التانيه. بيتكلم القاتل قبل ما القطره تخلص، وبيقول لها ان هو كان مبعوث من شركه مشبوهه متخصصه في ارسال فرد واحد ولو كانت المهمه طبيعيه. وبيقاطعوا شين وبيقول له هو انت مختال من شركه جيم ميميه؟ فبتساله لو بتقول له ايه هي جيم ميميه؟ فبيطلع لها بطاقه بيكون فيها اسم جمعيه المختالين اليابانيه، وبيقول ان هو وساكاموتو كانوا بيشتغلوا فيها. بيسال المختال ساكاموتو هو انت صحيح كنت عضو سابق في الاوردر؟ بيستغرب شين وبيتاكد المختال انه كان فيها انها مش اسطوره ولا حاجه زي ما بيقول. فبتيجي مراته وبنته وبتسالهم انتوا هنا ليه؟ فشين بيلحقهم وبيقول لهم ان الراجل ده كان بيتدرب على مشهد الهروب. فبتقول لهم احنا جهزنا الغدا يلا بينا. شين بياخد منه السكينه المسمومه وبيستغرب المختال ان هم مش هيقتلوه. شين بيقول له احنا جايين هنا عشان نمرح ونستمتع، مش جايين نقتل حد. وتروح ساكاموتو للمختال وبتلزق على خده لزقه طبيه وبتشكره على العرض، وبتقول له ان العرض كان حلو قوي. بتودعه وبتمشي وبترجع لعيلتها تاني. بيفك نفسه وبيقول انا هركب يا عم القطر وفكني من الناس دي يا عم، دي ناس محترمه. ونروح بقى لابطالنا. وشين بيقول انه من اثر الترياق بتاع السم مش هيعرف يقرا الافكار النهارده تاني. نروح بقى للمختال اللي هو شبه سوكا ده. بيجيله الاتنين المختالين اللي ظهروا في الاول. الراجل بيبقى اسمه بويل والبت اسمها اوبيجورو. البت اسمها صعب فهنسميها حمديه بقى، مشي معاها اليوم بالله عليك. المهم بقى بيسالهم انتوا جيتوا ليه؟ فبيقولوا له عشان نلم من وراك كتك 60 خيبه ما عرفتش تقتل الراجل المكرش ده. يقول لهم اسكتوا ده انتوا ما تعرفوش حاجه. الراجل قال لك مش بالطول بالمفعول. كل الاتنين دول قتلوا اكتر من 100 راجل في خناقه كده على الضيقه كده ما بينهم. الله يكون في عونك يا عم ساكاموتو. نرجع بقى لشين وهو بيقول لمرات ساكاموتو احنا كويسين ومتحمسين. يا عم ما تتحمسش كده، انت ما تعرفش ايه اللي جاي لكم شويه كده. هي بقى بتزيط معاه في الزيت وبتقول له يلا بقى نكمل لعب. وبيلعبوا وبياكلوا فشار وهما ماشيين بقى بيحصل حاجه. شين بيقول لساكاموتو ان مفيش حد هاجمهم من اخر مره. فبيقول له ان البيئه مش ملائمه للاغتيال، الدنيا زحمه بقى وكده هيعملوا ضوضاء ودنيا فبيكملوا لوجهتهم بقى وبيروحوا البيت
بيت الرعب، يعني اللي هو ايه، بيقولوا لو انت مش عايز تيجي تقتلنا تعالى اقتلنا. بيخش بقى جوه ولو بتكون خايفه فبتشرب عشان تنسى، وهم ماشيين بقى بيكون في كاميرا بتراقبهم، واللي بيكون بيراقبهم هم بويل وحمديه. بيقول شين ان احسن حاجه ان مراتك وبنتك مشغولين بالرعب والحاجات دي. بيقول له ساكاموتو انه ما يخفش دفاعاته، فبيقول له حاضر، ولسه ما كملش الكلمه بيظهر حد من وراه وبيهجم على شين، لسه يروح يهجم على ساكاموتو، فساكاموتو بيديله 100 قلم على وشه، فالراجل من كتر الصدمه بيهني. نعرف انه مختار لسه مبتدئ، يكونوا لسه متراقبين من بويل وحمديه. تقول حمديه مش ساكاموتو ده صاحبك يا بويل؟ بيقول لها لا ده لا صاحبي ولا اعرفه. نعرف هو متعصب ليه كده، وبنرجع فلاش باك ونشوف اكاديميه المختالين المشتركه بنين وبنات. نشوف بويل وهو عنده 15 سنه وبيكون بيتكلم مع ساكاموتو اللي عنده 14 سنه. بيكون بقى بويل ده بيج فان لساكاموتو، يفضل ماشي وراه لغايه لما بيتصاحبوا ويتعرفوا على بعض، بس هو ساكاموتو يعني ما بيبقاش طايقه شويه، يعني يروحوا كل مكان مع بعض. وبيجي يوم عيد الحب بتكون البنات عامله لساكاموتو شوكولاته الحب، فبيروح لخزنته وبيجي نجم ومعاه عربيه شوكولاته، وبيسال ساكاموتو وبيقول له مين الاخ ده، فساكاموتو اداله الصدمه وقال له معرفوش. فبويل بقى من ساعتها خد الصدمه وتعقد من ساكاموتو وبقى يكرهه، وكان فاكر انه صاحب ساكاموتو. بنرجع بقى من الفلاش باك وبنرجع لابطالنا اللي بيكونوا خلصوا على المختالين كلهم. تقول له انا عايز امشي، وبتكون بنت ساكاموتو فرحانه بالجو المرعب ده. بيقول شين ده الطبيعي من بنت المعلم ساكاموتو طبعا، تشرب له الدواء بتاعها اللي هو كانت بتشربه من شويه. يقول لها شين ايه اللي انت بتبلبعيه من اول لما دخلنا ده؟ بتقول له ان ده دواء سري للعيله بتاعتها. فبيشم شين وبيعرف انه مش دواء، ويطلع انه عصير تفاح اللي بينسي ده. كله بقى مش في وعيها بسبب العصير. بيكون في باب بيخرج منه صوت عالي فبيقلقوا لحد ما لو بتزهق وبتفتح الباب. صدعتنا يا عم. بيظهر سرب من الزومبي بيفرق ابطالنا عن بعض، وبيظهر بويل بياخد ساكاموتو للدور التاني. بيرمي ساكاموتو رخصة المختال المبتدئ على بويل، بس بيتفاداها بصعوبة من سرعة الرمية. بيخرج ساكاموتو من الدخان وبيقول له بويل هو انت مش فاكرني ولا ايه؟ بيقول له انت مين يا حبيبي؟ ساكاموتو بيقول له انا هوريك الجحيم. وبويل بيقول له مش انت مش فاكرني، انا هفكرك بطريقتي يا ابني، مع ان انا ما يهمنيش اصلا انت تفتكرني ولا لا. بيقولها بصوت حزين ومتعصب. نرجع بقى عند شين وبنين، بيخش اوضه بيكون فيها مرات ساكاموتو وبنته، بيكون مغمى عليهم، وبتخش عليه حمديه ومعاه مختالين تانيين. بتقول ان شين مقاتلته سهله عشان هو ضعيف دلوقتي وما بيقدرش يستخدم قوته. فجاه بتدخل له بتدي لحمديه رجل بترجعها مترين، بتقول انها هتوريها فن القتال الحقيقي، وهي كده شاربه عصير التفاح كده ومش دريانه. وهنا بنوقف لحظه وبنفتكر المشهد بتاع روك لي وهو شارب عصير التفاح زيها. برضه بيكون في قتال مع الراجل اللي هو بيطلع عظم من جسمه ده. المهم بقى بنرجع للقتال وبتتحمس حمدية للقتال. بنروح بقى لساكاموتو وبويل، ولسه برضه بويل بيقول لساكاموتو انت برضه لسه ما افتكرتنيش يا ابني. فبيزهق ساكاموتو من امه وبيقول له تاني، برضه بتسأل ام السؤال ده تاني؟ بيقول له يا عم ما اعرفكش اقسم بالله مش فاكره. بيرد عليه بويل وبيقول له انا برضه على فكره بحاول افتكرك بس مش فاكر. بيتعصب ساكاموتو وبيقول له يا عم رد على سؤالي فين عيلتي؟ بيقول له بويل دور على حاجتك بنفسك يا ده، انا مش امك عشان ادور لك عليه. وهوبا ساكاموتو بيهجم عليه من كتر العصبيه، وفجاه بويل بيطلع كره صغيره وبيحدفها عليه، تنفجر في وش ساكاموتو فما بيتاثرش بيها قوي. يكمل هجوم على بويل، يهدف بويل المره دي كرات كتير على ساكاموتو وكلها بتيجي في ساكاموتو. ويقول بويل حالك بقى ضعيف قوي يصعب على الكافر يا ساكاموتو، وبيديله بوكس بيسمع في المبنى كله. وبنروح بقى لروك لي قصدي لو، بتضرب حمديه بوكس وبتصدمها. بتقول حمديه كويس انك عرفت تضربيني البوكس ده، وبتمسكها من شعرها، وبتكون لو عايزه ترجع من كتر المخمطه والجري اللي عماله تجريه ده. حمديه بتكمل عليها ضرب وبتقول موتكو ده مش هياخد في ايدي غلوه، بس انا مش هتحمس كده للقتال. تمسك شين وبتحطه على كرسي كده وبتكون هتشرحه. بتقول للو لو ما ضربتنيش خلال 10 ثواني بوكس هشرح شين ده قدامي. بتعيط لو بتقول مش هقدر اعمل كده اسفه يا شين. تكون دخلت بقى في سكره العياط بقى. بنروح لبويل وهو بيقول لساكاموتو انك تقاعدت من 5 سنين، يعني في خبره 5 سنين ما بيني وما بينك، يعني اظن ان انا احسن منك دلوقتي. يكون ساكاموتو على الارض بس بطلنا مش هيفضل على الحال ده كده كتير، لسه هيقوم. بيهجم عليه بويل وبيهدف عليه قنبله كده وبيقول انا سميتها الاس بي بي، ولكماتي الصاروخيه واختصارها الار دي بي. بيقول انا ممكن اضربك من اي مسافه واي زاويه، فبيقول الاسماء السخيفه بتاعته دي. ساكاموتو اخيرا بيفتكر لما بويل كان بيشرح لهم القبضه الحديديه بتاعته دي، وبيقول اسمها لساكاموتو نجمو، وبيقول ساكاموتو ان اسمها تافه، فبيرشح له نجمو اسم تاني، فبيقول لساكاموتو اسم برضه تافه. بيبص على ورقه كده مكتوب عليها مكونات القنابل. نرجع بقى
بقى تاني القتال، وبيقعد بويل يضرب في ساكاموتو وبيقول له انت مش عارف تحمي اهل بيتك عشان انت تخين دلوقتي، وبيديله الضربه النهائيه. وبيفتكر ساكاموتو اهله وهو محذوف لاخر المكان. يقول بويل اللتات بصوت عالي سلام يا ساكاموتو. فجاه بتظهر نية قتل قويه جدا. وانت فاكر يا صديقي ان المعلم ساكاموتو هيحصل له حاجه؟ ده بطلنا جامد التنين واسطوره المختلين بيتكلم من الدخان وبيقول 10 جرامات من بير كلورات البوتاسيوم، و5 جرامات الا خمس من نترات الالومنيوم، و20 جرام من حمض الترتريك، 3 جرامات ونص من ايثيلين جلايكول ثنائي النيتريت. وورقه وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل. وبيتفاجئ بويل انه عارف مكونات تركيبه القنابل بتاعته. يقول له انا افتكرتك يالا، وبيرمي نضاراته وبيخرج ساكاموتو من الدخان وبيكون رجع لشكله القديم. وبيقول له من دلوقتي هكون جاد معاك. اوبا ده شكل ساكاموتو هيولع القتال. ولغايه هنا يا صديقي بينتهي القسم الاول من الموسم الاول. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك الجميل والاشتراك الحلو، وتقول لنا في التعليقات ايه الحاجات اللي ممكن نطور بيها المحتوى بتاعنا. وطبعا ما تنساش الصلاة على النبي. ويلا دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.